طيب مساء الخير او صباح الخير ايا كان عموما. في حاجه بس صغيره انا حابب اتكلم فيها دلوقتي، ويا ريت بعض الناس ما يزعلوش مني، لانه الموضوع دوت لما في ناس تسمعه ممكن يقولوا ان هو قله ذوق مني او قله ادب او قله اخلاق او ايا كان عموما، يعني لانه احنا مش هنعرف نتحكم في الناس عموما وفي ارائهم، فكل الاراء عموما متاحه بس لو سمحتوا بدون تجريح. انت دلوقتي حضرتك معرض انك انت تدخل اي مكان تطلب منه اللي انت عايزه، بس للاسف الاول في بعض الاماكن لغايه دلوقتي واللي احنا منهم لسه مش بتتعامل بالفيزا، تمام؟ وده عادي، يعني حق من حقوقنا. انا راجل مش بتعامل بالفيزا، انا بتعامل بالكاش، ما عنديش اي محفظه، ما عنديش اي مثلا فودافون، ما عنديش اي اورنج كاش او الكلام ده، وما عنديش تعامل بالفيزا. انا حواليا تقريبا حوالي 5 او 6 اي تي ام، فانت حاليا دلوقتي ممكن تسحب من اي واحده فيهم انت عايزها. حته ان انا ما بتعاملش بالفيزا دي حاجه ما تزعلش حد او ما تضرش حد، خلاص كده. بس حضرتك دلوقتي انت حضرتك دلوقتي دخلت الصيدليه لاي سبب من الاسباب علشان تشتري اي حاجه، انت دلوقتي دخلتني الصيدليه، قومتني. في اماكن كتير جدا معرضه انك انت مثلا تخشها تلاقي في واحد هو اللي شغال فيه لوحده، فانت حاليا دلوقتي برضه قمت من المكان لففت الصيدليه كلها، لو سمحت عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، خلاص 5 6 حاجات كده، وقعدت اتكلمت معاه كتير ولو سمحت تقيس لي مش عارف ايه، والكلام ده بيحصل. خلاص كده. طيب انت دلوقتي ضيعت من وقته كتير جدا ولففت الصيدليه كلها ايا كان على حاجه، وخليته يجيب الحاجه ونزل على الجهاز وخلاص كذا وكذا 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 وبيكيس. فانت دلوقتي حضرتك وانت جاي تدفع بتقول له طيب خلاص خد اللي هو ايه كارت فيزا عموما. فاللي هو يعني حضرتك انا اسف في الكلمه، دلوقتي المفروض انت داخل مكان عموما، هو ابسط سؤال وحاجه بسيطه جدا جدا، وانت داخل عشان خاطر ما تضيعش وقت الناس، خاصه لو كانوا واقفين في لوحدهم في المكان. فانت دلوقتي ضيعت وقت الراجل وضيعت مجهوده وضيعت كل حاجه بالنسبه له، ويمكن تكون عطلته اصلا على حاجه كمان تانية بيعملها ايا كانت هي ايه، مش مهم. بس انت دلوقتي داخل المكان، مش كل الاماكن حضرتك انت عارف انها بتتعامل بالفيزا، فوانت داخل المكان قبل ما تطلب حاجتك او تطلب اللي انت عايزه، هو سؤال بسيط جدا والله، مش يعني انا اسف في الكلمه، مش هيكلفك حاجه، ده 3 ثواني. لو سمحت عندكم تعامل بالفيزا ولا لا؟ خلاص موجود، خش يا سيدي واطلب اللي انت عايزه ان شاء الله الصيدليه كلها او ايا كان المكان اللي انت داخله عموما، كان صيدليه او غيره، تمام؟ فمش هيكلفك حاجه السؤال ده، ثانيتين بتتعامل بالفيزا، خش اطلب اللي انت عايزه. مفيش؟ طيب خلاص شكرا سلام عليكم، يا تروح اقرب اي تي ام تجيب فلوس وترجع، يا اما تشوف مكان تاني بيتعامل بالفيزا. لكن ما تدخلش للناس حضرتك تدخلهم تلففهم المكان كله وتضيع وقتهم وتضيع مجهودهم، وفي الاخر خالص بعد ما الراجل يجيب لك اللي انت عايزه تقول له في الاخر خد كذا، لا والله انا ما بتعاملش بالفيزا. طب شكرا سلام عليكم. طب على ايه ده كل ده؟ يعني كل ده كان على ايه؟ ضيعت مجهود الناس وعطلت الناس وتعبت الناس وكل حاجه. فلو سمحت سؤال بسيط جدا وانت داخل قبل ما تطلب اي حاجه، علشان لو طلباتك كتيره، لو سمحت بتتعامل بالفيزا خلاص اطلب اللي انت عايزه، مش بتتعامل طب شكرا سلام عليكم، الموضوع بسيط.